السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل فيديو جميل ومميز جدا جدا جدا. هنعمل جلاش باللحم المفرومة، بس صوابع مقرمشة من بره وطرية من جوه. تتبيلة اللحم، وهتبل لكم اللحمة بتتبيلة على أصولها، ريحة تفتح النفس وطعم يجنن. ولف الصوابع ده بقى ايه هو السر، والطعم يجنن عشان اللون الذهبي والقرمشة اللي هتشوفوه. ده جلاش بينجح معايا من أول مرة، وإن شاء الله ينجح معاكم انتوا كمان من أول مرة. نسمي الله ونبدأ مع بعضينا الفيديو، بس يا ريت نتابع الفيديو للآخر. ما تنسوش تعملوا لي إعجاب ومشاركة لكل أصحابكم وحبايبكم، واللي ما عملش اشتراك يعمل لي اشتراك. نسمي الله ونبدأ مع بعضينا الفيديو. هنبدأ بتعصيج اللحمة بتاعت الجلاش. هنعصج اللحمة عبارة عن ايه؟ نص كيلو لحمة. أنا جايبة نص كيلو لحمة، ومعاه بصلتين كبار مقطعاهم قطع، ومعاهم شوية فلفل ألوان وشوية فلفل أخضر. يعني أحط الألوان، الفلفل أخضر وفلفل ألوان أحمر وأصفر، عشان يدي اللون اللحمة بتاعنا شكل جميل ولون جميل، والطعم طبعا هيبقى أجمل وأجمل. وده المعجون صلصة طماطم. أنا بشراها كده، بشر الطماطم، شايلة الجلدة اللي من عليها وبشرها. هنزل بقى بشوية زيت، مش كتار، شوية زيت صغيرين، وانزل عليها اسيبهم يقدحوا شوية كده، وانزل عليهم بايه؟ باللحمة بتاعتنا الجميلة. بصوا، انزل بقى باللحمة كده واشوح فيها كده تشويحة حلوة كده. احاول كده بالزيت اشوح، اقلب فيها. بصوا اللون بتاعها بدأ يتغير معانا، اتنيني اقلب فيها لحد ما اللون بتاعها كله يتغير، واحس انها بدأت تغير لونها. التعصيجة اللحمة الأولانية دي، تشويحتها الأولانية دي قبل ما أحط التوابل والبصل، بتبقى جميلة. أنزل بقى بالتوابل بتاعتنا الجميلة. التوابل دي عبارة عن إيه؟ كمون، كزبرة، فلفل، 7 بهارات، معلقة بابريكا. معلقة كمون، معلقة كزبرة، معلقة فلفل، معلقة بابريكا، ومعلقة ملح صغير. أشوح فيهم بقى كده، وأخلي التوابل كلها تغير طعم اللحمة وتوديها في حتة تانية. أقلب بقى كويس كده تقليبة كويسة. بصوا اللون بتاعها جميل والريحة أجمل بأجمل. بصوا هي دخلت بقى، بدأت تدخل في السوا، اللون بتاعها غير خالص أهو. أبدأ بقى أنزل عليها بالبصل بتاعنا الجميل المتقطع قطع صغير. دول بصلتين كبار. البصل بيخلي اللحمة جميلة، واللحمة أصلا بتحب البصل. أقلبهم بقى تقليبة كده كويسة. ده عصاج بقى تستخدموه في المكرونة بالبشاميل، في الجلاش، في البطاطس المحشية، أي حاجة محشية بلحمة تستعملوا العصاج بتاعنا كده. وهنزل بقى بالطماطمتين اللي أنا بشراهم. الطماطم دي بتخلي اللحمة بقى مسكرة وجميلة، بجد بتخلي اللحمة مسكرة وجميلة. بصوا ريحة اللحمة وهي بتتعصق كده، بجد ريحتها جميلة جميلة. ريحتها راحت في حتة تانية خالص. بس والألوان بتاعتها جميلة ازاي، ولسه ما حطيتش الفلفل ولا أي حاجة. يعني مجرد ضفت بس الطماطم والبصل. دي بقى معلقة توم كبيرة أنا فرموها. التوم بقى مع اللحمة المفرومة بجد بيخليه يروح ريحته في حتة تانية، بتغير طعم اللحمة وتخليها لذيذة وجميلة. بجد التوم أصلا بيدي نكهة جميلة من غير حاجة لأي حاجة، فبالكوا بقى مع اللحمة بيدي نكهة بجد تحفة خرافية كده. كده اللي هياكل صباع من الجلاش ده صدقوني مش هيقدر يقاوم. محدش هيصبر ياكل صباع واحد، الكل هياكل الطاجن بحاله. بص بقى، ودي معلقة صلصة كده بنزل عليها بيها برضو، بتخلي طعم العصاج بتاعنا حلو. انزل بقى بالفلفل الاخضر، ومعاها الفلفل الالوان. بصوا، بصوا الفلفل بقى نزلت عليه بيه، جميل جميل جميل.
بديله بقى تقليبة حلوة كده، تشويحة حلوة. اللحمة دي طول ما أنا شغالة فيها ما بغطيهاش، عشان أنا لو غطيتها هتقوم مطلعة المية بتاعتها وما تبقاش حلو. أنا بحاول أرشفها كده وهي مكشوفة، أسويها كده وهي مكشوفة، ما غطيهاش خالص كده. هي بصوا دي استوت بنسبة 100%. وأنا قلبتها بقى في طبق كده، بردتها عشان أعرف أشتغل بيها. بصوا بقى، دول نص كوباية سمنة صغيرة، ومعاهم بالطاجن بتاعنا بقى هبدأ أشكل الجلاش بتاعنا. هجيب بقى لفة الجلاش، أدهن الأول الطاجن بتاعنا معلقة سمنة كده بالفرشة كده، وأدهنه بس دهنة خفيفة خالص. ويا ريت بقى واحنا بنعمل الجلاش نكون جايبين الجلاش صابح، لأن بجد لما بنعينه في الفريزر ونيجي نستعمله بيبقى بيتقطع كده ومش حلو. دي أنا كنت عيناها في الفريزر بس عذبتني على ما عملت صينية الجلاش، لكن لما بتبقى صبحة كده في نفس اليوم نعملها بتبقى جميل. بصوا صباع الجلاش انا هعمله الصوابع بثلاث ورقات جلاش عشان يبقى الصباع ماسك نفسه ومليان شويه، وهمسكهم على بعضيهم، مش هعمل ورقه ورقه بالسمنه، لا لا خالص. وبيبقى والله مورق وزي الفل. هي ورقه الجلاش اصلا خفيفه من غير حاجه. دول 3 ورقات انا حطيتهم على بعضيهم، بس هم في ورقه كانت متقطعه فانا عدلتها وحطيتها. وادهنها بقى دهنه سمنه خفيفه عشان اللي يمسك ياكل صباع ما يبقاش كده غرقان في السمنة، يصد بسرعة، لكن كده بيبقى خفيف وجميل. وابدأ بقى انزل باللحمة المفرومة في اول الورقة، اوزعها كده في الاول، واوزعها توزيعة حلو. وابدأ بقى الف الرول بتاعنا كده، الصوابع بتاعتنا الفه كده لفة حلو، مبرموش قوي عشان ما يبقاش مكتوم. بصوا انا عن نفسي بعمله بالطريقة دي وبيبقى طالع جميل وزي الفل. وابدأ بقى احطه في الطاجن على طول، وامسك برضو اطلع 3 ورقات جداد، ونفس العملية ادهنهم سمنة خفيفة خالص. الفرشة يا دوبك بحطها في السمنة عشانها، وادهن بيها كده الورقة. دول ال3 على بعض، ما بدهنش ورقة ورقة. واعمل الحتة اللي احط فيها اللحمة اتخنها شوية، اقوم تانيها سنة بسيطة، واحط بقى اللحمة المفرومة بتاعتنا، وابدأ الف الرول بتاعنا، اوزع اللحمة كده بحيث تبقى متوزعة، واقوم لفة الرول بتاعنا. ممكن وانا بلف لو لقيت الجلاش ناشف او اقوم دهناه دهنه خفيفه كده، كده بيبقى حلو وجميل والله، وخفيف وزي الفل، وبيبقى مورق وجميل. مش نقول بقى نغرق سمنه ونحرق صدرنا بالسمنه ويبقى الحاجه بتصر منها سمنه كده، لا لا، حرام حرام عشان صحتنا وصحه ولادنا. والدهون دي ما بتبقاش حلوه يعني لجسمنا خالص. اعمل ورقه كمان بنفس الطريقه كده، واوزع اللحمه عليها، افرد اللحمه عليها، وبرضو الفها بنفس الطريقه. بجد الصوابع بقى دي بتبقى جميله وانت ماسكاها بتاكلي، بتبقى جميله، تقدري تديها لابنك كده ما يوقعش ولا حاجه، يبقى الصباع ماسك نفسه جميل. وفي التقديم الشكل بتاعه بيبقى جميل كمان. بصوا احطه كده، كملت بقى اللفه بتاعتنا كلها ما شاء الله ملت الطاجن، يعني لفه الجلاش بتملى الطاجن. بصوا ابدا بقى، انا عايزه اقطعها وهي كده. دي السمنه اللي فاضت من نص كوبايه سمنه، يعني ما فاتش سمنه كتير. بصوا ابدا بقى اقطعها تقطيع حلوه كده، يعني صوابع تبقى وسط. هو اللي الرول قطعته على 4 بحيث تبقى وسط وجميل. قطع بالراحه كده. بصوا كل رول قطع 4 صوابع، يعني ما شاء الله عامل لي لفه الجلاش، عامله لي قطع كتير ما شاء الله. ابدا بقى ادهنها ببقيه السمنه اللي فاضت دي،
بصوا كل لفة الجلاش ما خدتش غير نص كوباية سمنة، يعني ما هقدرش في السمنة عشان السمنة بتبقاش حلوة. انا لسه هسقيه لبن واسقيه شوية السمنة اللي فاتوا دول مش هرميهم. بصوا بقى، بصوا شكله جميل ازاي. الشوية دول بقى انا مش هرميهم، انا هحط عليهم كوباية لبن وابهرهم كده بشوية توابل حلوين مع نص معلقة ملح وشوية فلفل اسمر وشوية كمون، واقلبهم كده تقليبة بسيطة بحيث بس امزج التوابل فيها يدي نكهة حلوة. دول هسقي بيهم الجلاش دلوقتي قبل ما ادخله الفرن، وفي نص السوا كده هخرجه واسقيه بقى بكوباية لبن كمان وبيضة. ده بيخلي الجلاش بتاعنا جميل وطعمه جميل بجد، وفي نفس الوقت مغذي لولادنا وجميل. بصوا الشكل بتاعه جميل 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 بجد، طعمه شكله جميل يشهي كده من الأكل. حطيت بقى، أنا كنت عايدة الفرن قبلها، حطيته الفرن من تحت بس، وحطيته من تحت واسيبه شوية حلوين لحد ما يبدأ ياخد ينشف اللبن اللي أنا سقيته بيه. وهنا بقى أجيب كوباية لبن وبيضة وشوية فلفل أسمر وابدأ أقلبهم تاني، عشان دول بقى اللي هزيد بيهم اللي هيدوني اللون الحلو اللي في الآخر والطراوة بتاعة الجلاش الجميل. وابدأ بقى، هو شرب الكوباية الأولانية، أبدأ بقى أحط الكوباية اللبن الجميلة دي بالبيضة على الوش كده. بصوا دخلته بقى الفرن لحد ما استوى جامد. بصوا قابب ما شاء الله، بيقلب معاكي كأنه فطير بالظبط. شكله جميل بجد. اول بقى ما لقيت حمر من تحت كده، ابدا اقيد له الشوايه عشان اديله اللون الذهبي الجميل بتاعنا. انا بقى بدات اما لقيته اتحمر من تحت قيدت له الشوايه. بصوا اللون بتاعه يجنن، والريحه بتاعته بجد جميله، والسمنه البلدي مع الجلاش عامله ريحه خطيره في المطبخ. بصوا اتنيني بقى اسويه كده واحمره لحد ما اطلعه بالشكل الجميل الذهبي بتاعنا ده. بصوا بقى، اللهم صل على النبي كده، اللون جميل بسم الله ما شاء الله، شكله يفتح النفس. ابدا بقى بالسكينه كده افتح الفراغات البيض مع اللبن كده عشان يبقى اعرف اقطعه، فراغات الصوابع بس اللي انا مقطعه، لكن هو كده 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 متفتح من بعض، هو كده كده كله رول واحد. بصوا الشكل بتاعه جميل. بصوا بسم الله ما شاء الله، بيطلع بسهوله خالص، ولسه سخن على فكره، يعني هو لسه ما بردش بيدخن كمان. بصوا شكل الصباع واللحمه فيه جميله ما شاء الله، بجد زي الفل وزي العسل. يا ريت تجربوه بجد، هيعجبكم قوي قوي قوي. انا كنت زمان بعمله صواني على طول، بس من يوم ما عرفت الصوابع بقيت اعمله صوابع وبقى يعجب ولادي، مبقتش اعمله غير صوابع. بصي بقى، بتمسكي الصباع مقفول من الجنبين كده، شكله حلو وتعرفي تاكلي منه ولا حاجه تقع منه، وسواه جميل ازاي، تحت زي فوق بالظبط، الوش زي الظهر. اللون بتاعه بجد جميل والشكل جميل، ينفعك بقى في العزومات الجميله. وشهر رمضان قرب علينا، نعمل الصواني بتاعتنا الجميلة الحلوة دي. ربنا يعود علينا وعليكم يا رب بالخير والخير واليمن والبركات يا حبايبي، ويجعله شهر مفترج علينا كلنا يا رب. وبكده بقى نكون خلصنا فيديو النهاردة، أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني دايما. لو لسه أول مرة تشوفوا قناتي، أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. استنونا إن شاء الله في وصفات تانية كتيرة سهلة وبسيطة ومميزة. دمتم بخير وبحفظ من الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.